في عالم كرة القدم، تأتي اللحظات الحاسمة في أوقات غير متوقعة، واليوم نشهد واحدة من أهم هذه اللحظات مع عودة نجم مغربي قد يغير مصير المنتخب في كأس العالم. هذا التوقيت مثير للاهتمام حقا، خاصة مع اقتراب التصفيات المؤهلة. كيف ترين تأثير هذه العودة على ديناميكية الفريق؟ دعني أشارك معك إحصائية مهمة. المنتخب المغربي سجل معدل تهديفي بلغ 2.3 هدف في المباراة خلال آخر 10 مباريات. مع عودة هذا اللاعب نتوقع ارتفاع هذا المعدل بشكل ملحوظ. وهذا يذكرني بأداء المنتخب في كأس العالم الأخير، حيث وصل إلى نصف النهائي لأول مرة في تاريخ الكرة الأفريقية. بالضبط. وما يجعل هذه العودة أكثر أهمية هو أن المنتخب المغربي يحتل حاليا المركز 22 في تصنيف الفيفا، وهو أعلى تصنيف في تاريخه. همام، وكيف هيأثر ذلك على خطط الركراكي التكتيكية؟ الركراكي معروف بمرونته التكتيكية. في آخر 15 مباراة استخدم 3 تشكيلات مختلفة بنجاح، وحقق نسبة فوز بلغت 73%. مع عودة هذا اللاعب سيكون لديه خيارات أكثر في الثلث الهجومي. من المثير للاهتمام أن نشوف كيف حيتكيف الفريق مع هذا التغيير، وخاصة أن المنتخب سجل 12 هدفاً في آخر 5 مباريات دولية. تخيل معي كيف سيتحسن هذا الرقم مع إضافة لاعب يمتلك معدل تسجيل نصف هدف في كل مباراة دولية. وماذا عن تأثير ذلك على معنويات الفريق والجماهير؟ الإحصائيات تظهر أن الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب ارتفع بنسبة 40% بعد أداء الفريق في كأس العالم الأخير. مع هذه العودة نتوقع امتلاء المدرجات بالكامل في المباريات القادمة. بس يعني وأن الضغط راح يكون كبيرا على اللاعب العائد. نعم، لكن تاريخه يتحدث عن نفسه. 28 هدفاً في 62 مباراة دولية. هذه الأرقام تجعلني متفائلة بقدرته على التعامل مع الضغط. وكيف سيؤثر ذلك على المنافسين في التصفيات القادمة؟ المنتخب المغربي لم يخسر أي مباراة على أرضه منذ 18 شهراً. مع هذه العودة سيكون من الصعب على أي منافس كسر هذا السجل. دعينا نختم بتوقعاتك للمباريات القادمة. بالنظر إلى الأرقام والمعطيات، أتوقع أن يحقق المنتخب المغربي نتائج إيجابية في التصفيات. مع عودة هذا اللاعب وخبرة الركراكي والدعم الجماهيري، كل المؤشرات تدل على مرحلة مثيرة قادمة في تاريخ الكرة المغربية. شكرا على هذا التحليل الشامل. نتطلع لمتابعة تطورات هذه القصة المثيرة. وإلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا اليوم. نراكم في تغطية قادمة مع المزيد من التحليلات والإحصائيات المثيرة.